السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة. وقبل ما نبداو في هذا الفيديو نصلوا ونسلموا على سيدنا الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا الحبيب وعلى آله وصحبه أجمعين. كما راكم تشوفوا هنا جبت لكم طبق رئيسي اللي هو لوبيا خضراء عريضة، لاريكو هذاك اللي يجي بلا. وجبت لكم مقبلة ما بين حلو والمالح، بطاطا حلوة راح نشوفوها يعني بزاف هايلة. واكيد هاد الطبق رائع بصلصة بيضة، راح تشوفوها يعني طبق بزاف سهل. واكيد شربات اكسبريس، يعني تم وتما وجدتوه يعني في اسرع وقت راح يكون عندكم شربات ولا عصير كما حبيتوا. والخبز تاني جبتكم هاد لي باغيت، خبز كانه خبز تاع المخابز، يعني نفسه في الذوق برك هذا بنين عليه لاني درته بزيت زيتونه، وتعرفوا بلي زيت الزيتونه يمد البنه في العجين. على بركة الله نبداو بهاد الوصفات. اول حاجه نبداو بالخبز باش هكذاك يعني نطيبوه ونخلوه هكا يخمر، ونروحوا من بعد نديرو وصفات تاعنا كما قلنا، وصفه يعني طبق رئيسي مع مقبله، واكيد شربات اكسبريس اللي رايحين يعني توجدوه في اسرع وقت. على بركة الله نبداو بوصفة تاع الخبز. عندي هنا 600 غرام تاع فرينة مغربلة مع 10 غرامات تاع ملح. عندي هنا 30 ميلي تاع زيت الزيتون من الأحسن، مغرفة كبيرة تاع خميرة الخبز معمرة، وماء دافي اللي هما 340 ميلي. مقادير مضبوطة البنات. حطيت هنا فرينة، أكيد نأكد أنها مغربلة مع ملح في جهة وخميرة في جهة، ونزيدو هنا زيت الزيتون ونصبو هذاك الماء اللي قلنا دافي. يعني هذا الخبز سهل، يعني ما كاش ما اسهل من هذا الخبز. حطوه في البتخان نعجنوه حتى يعني نتحصلوا على عجينه ولا قوام اللي يكون هكذا رطب كما راح تشوفوا معايا في الاخير. خبز رائع، وتقدروا تشوفوا هنا القوام، هذا هو القوام، يجي هكا ملس، يجي مليح، يجي رطب في يعني كي تمسوه تحسوا برطوبه تاع هذيك العجينه. فوالا، وهنايا رايحه نحطها هكا سور لو بلان دو طرافاي. رايحه نشوفوا هنا راني نوريكم في القوام بزاف هايله هاد العجينه البنات. هنا رايحين نخلوها تخمر لمده ساعه كامله. نحطها في لو ميم ريسيبيون، ندهنو ونغطيها ونحطوها في مكان دافئ، قلنا ساعة تماما من الزمن راح يعني تخمر معنا. بعد ما تخمر البنات نديغازيوها. هنا تاني هاد الطريقة تاني شوية مختلفة. بعد ما نديغازيوها رايحين نسيو هكا نعجنوها واحد دقيقة، يعني دقيقة ولا زوج، يعني نعاودو نعجنوها المرة الثانية كما راكم تشوفوا بهذه الطريقة. واكيد هنايا رايحة نقسمها كما راكم تشوفوا هنا، نقسمها على 4، يعني عطات لي 4 خبيزات. كل خبزة وزنتها عطات لي 240 غرام، يعني ما يكونوش كبار وما يكونوش يعني صغار، يعني خبيزات ما شاء الله. فوالا كما راكم تشوفون نكورهم بهذه الطريقة، نعطو لهم هذا الشكل كروي، نغطوهم ونجيبو هنايا عندي هاد بلاطو سبيسيالمون تاع هاد لي باغيت، فرشت عليهم هاد البابي دو كويسون. نهزو اول وحده عجينه اللي خدمناها، نبداو هنا نفتحوها بالحلال كاننا رايحين نديرو ان بسكوي غولي بهذه الطريقه. شوفوا هنا كيفاش راني لهوت فيها، نبداها كامل تحت حتى نكمل كامل العجينه تاعنا، لهوتها ونعبز عليها باش يعني تتماسك. فوالا، نقفل كامل لي بوردور كما راكم تشوفوا مليح، كما راكم تشوفوا بهذه الطريقه. نعاود هكذا بهذه الطريقه راكم تشوفوا، يعني الطريقه راهي واضحه. ونحطوها في هذا لو بلاطو عفوا اللي نطيبوا فيه. نكمل هكذا نفس الشيء، يعني نكمل كامل العجينه تاعي بنفس الطريقه. نتحصلوا على واحد لي باغيت بزاف هايلين البنات، واكيد الذوق روعه. فوالا كما راكم تشوفوا نديروهم هكذا بهذه الطريقه، طريقه سهله. نتحصلوا على واحد لي باغيت كيما يعني تاع مخابز، صدقوني البنات البنه رائعه، الخفه تاعو والقرمشه
ان شاء الله تجربوه، يعني طريقه كما شفتوا طريقه سهله. وهنا اكيد راح نحطهم هنا في هاد لو بلاطو، نخليها زيد تخمر واحد 20 دقيقه حتى نص ساعه على حسب يعني الجو تاعكم. واكيد في 15 دقيقه الاخرين نشعلوا الفرن تاعنا باش يسخن. وهنا بهاد لا كوبا بيتزا درت هكا دي زانسيزيون، وفي الاخير درت لها هكا نسوبودريوها بشويه تاع فرينه، ونخلوها كما قلنا 20 حتى 30 دقيقه راح يخمر معنا. شوفوا هنا كي يخمر كيفاش، لا ما شاء الله. اكيد هنا نطيبوه على 180 درجه، هو يعني يكون سخون. فور على 200 درجه، وبعد كي ندخلوا الخبز تاعنا نقصوا على 180، يطيب لنا واحد 20 دقيقه حتى 30 دقيقه على حسب الفرن تاع كل واحد. نزيدو نحمرهم هكا من الفوق، ونتحصلوا على هاد لي باغيت ولا هاد الخبز الرائع البنين بزاف. نروحو دوكا نديرو الطبق تاعنا اللي هو اللوبيا خضراء العريضه بهذه الطريقه. هنا رايحه نقطع هاد لي بو كما راكم تشوفوا، هي كم راهي كبيره وعريضه، هنا نقسمها غير على 3، يعني نحبها تكون شويه هكا كبيره، ما تكونش هكا صغيره، هكا باش يعني تجينا مليح في الطبق تاعنا. فوالا نكمل هكذا، نقطع كامل اللوبيا تاعي بهذه الطريقه. واكيد نروحو نغسلوها مليح ونديروا لها هكذا، نعقموها بشويه تاع الخل. فوالا كما راكم تشوفوا، بعد ما غسلتها خطره زوج، وفي الاخير نخليها هكا فيها الماء، ونزيد لها شويه تاع الخل، ونخليها هكا لو طون اللي نروح نقلي ولا نروح نجيب هنا مرميطه رايح نديرو اون صوص بيضة، اون صوص بلانش بهاد الدجاج. حطيت زبده مع زيت، حطيت هنايا اون كويس بعد ما حمرتها مليح وطلقت البنه تاعها. نزيد لها بصله كبيره كنت قطعتها قطع صغيره، نزيد نقلي هذاك البصل، نقليه مليح حتى ياخد اللون كما راكم تشوفوا. واللوبيا تاعي اكيد كنت صفيتها وخليتها هكا تقطر، نجيبوها هنايا نزيدوها في هذا الطبق. وهنا البنات من الاحسن انا هنا عاودت نحيت البولي تاعي، من الاحسن نحوه باش يعني ما يتحرحرش معنا في القل، باش يقعد هكذا بالقوام تاعو. حنزيدو في الاخير قبل ما يعني نمرقو، راح نخليوه واحد دقيقه هكا يتقلى مع كامل هاد مع اللوبيا، وراح نشوفوا التوابل اللي راح نديروهم مع بعض. خليتها هكذا واحد زوج دقائق يعني حتى يعني دبالت شويه. وهنا عندي ملح فلفل اسود، عندي زنجبيل، عندي كركم، عندي هنا كزبر، وعندي خليط الدجاج. هادو هما لي زيبيس تاع مرقه بيضاء. فوالا اكيد هنا الثوم، حطيت هنا واحد زوج فصوص تاع الثوم انا نحبو في كامل الاكلات تاعي، ميم كي تكون صوص بلانش ندير فيها الثوم لو كان حبه. كميه معتبره تاع معدنوس، كميه صغيره تاع ماء، ونخلي هاد اللوبيا تاعي تتقلى مليح 20 25 حتى 30 دقيقه وهي تقلى باش تاخد لي ديك البنه. شوفوا هنايا حتى من اللون تاعها يعني تبدل شويه. فوالا بعد ما تقلات مليحه حنهز هذيك لاكويس، نعاود نخليها تزيد تقلى مع هاد اللوبيا واحد دقيقه برك، هذا مكان غير باش تاخد البنه. واكيد راح نمرقوها. هنا المرق البنات ما نديروش بزاف، جست يتغطى لنا الدجاج، لازم الدجاج يطيب، راح يطيب نفس الوقت مع اللوبيا تاعنا. بعد ما ترفد الغليان راح نغطيوها، وهنا نحسبوا لها 20 دقيقه بعد ما ديرنا هذيك الصفاره تاعها، راح يكون واجد الطبق تاعنا. نشوفوه ان شاء الله في طبق التقديم. وهنا كما قلت لكم شربات اكسبريس درتو ديجا معكم من قبل، برك حبيت هكا نغابلي لكم بالك وحده حابه دير هكذا كاش عصير ولا كاش شربات يكون هكا ليه سورتو هكا كي تكون هكا في الدخله الاخرى ما كانش عندنا هكا شربات ولا جانا هكا ضيف على غيره، هذا راح يسلككم بنات، راح يجيكم واحد الشربات بزاف هايل. حطينا نص كاس تاع عصير ليمون مع زوج مغارف كبار تاع السكر، اكيد هنايا الحلاوه على حسب يعني الذوق. حطيت هنايا تاني واحد فانيلا، واحد مغرفه صغيره تاع قهوه، قلنا نص كاس تاع الليمون مع زوج مغارف كبار تاع السكر على حسب الذوق، مغرفه صغيره تاع فانيلا، وهنا زوج مغارف كبار تاع حليب. واكيد رايحه نزيد لها الماء هنا بهذا النصف كاس تاع الماء تاع العصير، عطالي نعطي لها واحد اطره تاع ماء.
هنا درت نص سيطره، حنزيد لها نص سيطره واحده اخرى، وهنا وبخاسك الشربات تاعنا راهي واجده. راح نخلطوها مليح بهاد الفوي، تقدروا ديروها بالبغا ميكسور كيما حبيتو، جوست يعني باش يعني السكر تاعنا يذوب. انا هنا خلطته مليح واحد دقيقه وانا نخلط، هذا ما كان. ونحطوها في زجاجه ونحطوها في الثلاجه باش تبرد معنا. هذا هو يعني الشربات اكسبريس اللي راح يسلككم في وقت يعني يكون وقت قصير عندكم. روحوا دوكا نديرو مقبله بهاد البطاطا حلوه. بطاطا حلوه نعرفوها بلي بزاف هايله بنينه وصحيه وفيها يعني فوائد مليحه. هنا رايح غسلتها مليح بها بقشورها، هكا حكيتها مليح، مسحتها كما راكم تشوفوا. هنا رايحه نقشرها. هنا راح نديرلكم واحد المقبله البنات بزاف هايله وصحيه اكيد، ونقدروا نديروها كمقبله. وهذا يعني الذوق تاعها راح يجينا ما بين ملح وحلو. فوالا بعد ما قشرتها هنا راح نقطعها قطع هكذا عشوائي، يكونوا هكا ما يكونوش صغار وما يكونوش كبار. فوالا نكمل كامل الكميه تاع البطاطا تاعي نقطعها بهذه الطريقه، وراح نشوفوا التتمه تاع هذه الوصفه. هنا عندي هاد البيغكس اللي رايحه نطيب فيه، فرشتو هكا بهاد البابي دو كويسون. نهبط هذيك البطاطا. قبل ما نهبطها راح نشوفوا واش راح نديرو فيها. عندي هنا زيت الزيتون، عندي هنا الجوز من الاحسن يتماشى مليح هكا مع البطاطا. عندي هنا 2 مغارف كبار تاع سيرو ديغاب، اللي ما عندهاش تقدر دير عسل، تقدر دير ميم هذاك الدبس التمر راح يجي بزاف هايل. كميه صغيره يعني اون بانسي ولا مغرفه صغيره تاع قرفه والملح. نهبط البطاطا تاعي في هاد البيغكس. نجيب هنا القرفه، قلنا واحد مغرفه صغيره مش معمره، يعني نص مغرفه صغيره على حسب كميه تاع البطاطا تاع القرفه تمشى مليح مع هاد البطاطا حلوه. هكذا نخلطها هكذا مليح باش يعني نوزعها كامل في البطاطا. نزيد لها هاد السيرو ديغابل كيما راكم تشوفوا، نوزعها هكذا. ونزيد لها داك الجوز تاني نحطها هكذا في هاد البطاطا. وهنا اكيد في الاخر نزيد لها زيت الزيتون واحد 2 مغارف، هذا مكان. والفرن تاعنا يكون ديجا شاعل، يكون سخون. هنا يعني مش راح ياخد لي وقت بزاف، عفوا ماشي كاستيون ماشي ياخد وقت بزاف. هنا لازم البطاطا تاعنا طيب لانها بطاطا وبطاطا حلوه، يعني عاصيه على بطاطا اللي نعرفوها. غطوها هكا بابي كويسون، بعد بابي الومنيوم، نحطوها 180 درجه. هنا لازم تطيب 40 دقيقه تماما. كما راكم تشوفوا نقدروا نحو هذيك البابي ونزيدو نحمروها هكا شويه من الفوق وتعطينا هذا الاحمرار وهذا اللون بزاف هايل. راكم تشوفوا البطاطا طابت روعه. شوفوا كيفاش راهي. شوفوا هنا السكين دخلته يدخل بكل سهوله. رايحه نقطع معكم باش تشوفوا بلي طابت زبده، يعني طابت روعه وبنينه. اكيد البنه تاع سيرو ديغابل مع خليط مزيج ما بين حلو والملح، فيها الملح فيها قرفه هايله. وهادو هما اطباق تاعنا ان شاء الله يعجبوكم. بدينا بالشربات، الشربات اللي هي رائعه منعشه، سيرتو هكا كي تحطيها في الثلاجه وتبرد شويه. صدقوني بزاف بنين هاد الشربات، يعني اكسبريس يعني ساهل. وهاد مقبله نقدر نقدموها كمقبله بطاطا حلوه بالجوز وسيرو ديغابل في الفرن. هكا في الاخر كي نقدموها نزيدو لها هكذا شويه تاع سيرو ديغابل ولا العسل، ولا كيما قلت لكم دبس التمر تاني بزاف هايله حيت ماشى مليح معاه. وكان هذا هو الطبق تاعنا، لوبيا خضراء عريضه. قدمتها بهذه الطريقه، حطيت هكا لوبيا وحطيت فوقها هكا الدجاج، ودرت هكا صير داير بهاد البطاطا مقليه. تحبوا ديروها تحبوا ما ديروهاش بك، يعني تحبوا تزكوا هاد الطبق تاعكم. فوالا كان هذا هو الطبق بزاف هايل، صلصه بيضاء بنينه. واكيد هاد المقبله اللي شفناها مع بعض مع الشربات. تهلاو في روحكم بنات، تهلاو في صحتكم، ان شاء الله يعجبكم الفيديو. وما نساوش تاني الخبز تاعنا اكيد خبز رائع. قسمته هكا كيما نقسمو الخبز تاع البولونجي، جا خفيف جا بنين جا هايل. شوفوا هنا نفسه كيما هو كيما الخبز اللي نشريوه عند البولونجي. ما تنساوش البارطاج بنات، وما تنساوش تعليقاتكم الرائعه المحفزه. السلام عليكم.